باتمان مصر الجزء الثالث، الكرسي الفاضي. مرت أيام قليلة على إنقاذ الأطفال، لكن الهدوء مدامش كتير. كانت القاهرة كلها بتتابع أخبار الخفاش، والناس بدأت تصدق إن في بطل فعلا واقف في وش الظلام. بس وسط كل التفاؤل ده ظهر فيديو هز البلد كلها. كان البث مباشر. على الشاشة ظهر وجه مألوف، المهرج، قاعد على كرسي خشب قديم بإضاءة خافتة وموسيقى سيركية شغالة ورا، ماسك ميكروفون صدق وضحكته ملية المكان. ورا الكرسي فيه طفل صغير مربوط وعيونه مغطاه، بيترجى بصوت خافت. قال المهرج بصوت مسرحي: الخفاش افتكر نفسه ذكي، افتكر انه خلص اللعبة، بس الحقيقة اللعبة لسه ما بدأتش. رمى ورقة كوتشينة على الأرض وقال: لو نفسك تعرف الولد ده يخرج حي، تعال بنفسك. الكرسي الفاضي مستنيك يا باسل. انقلبت البلد، الإعلام انفجر، الناس مرعوبة والشرطة بتتحرك، لكن الخفاش كان هادي ساكت وبيفكر. رجع قعدته في المعادي، فتح الخريطة، مسرح السلام القديم، مبنى اتحرك من 10 سنين واتقفل، محدش قربه من ساعتها. المقدم جمال قاله: دي مصيدة، لو دخلت هو كده كده كسب. باسل رد بهدوء: وانا مش بلعب علشان اكسب، بلعب علشان احمي. قبل ما يلبس بدلته فتح اللايف من الكمبيوتر وظهر بصوته: بس لو بتتابعوني متنسوش تعملوا لايك علشان نوصل لكل اللي بيحارب الظلام، واشتركوا علشان تفضلوا معانا لآخر نفس. وبس كده؟ لا، صلوا على النبي، علشان دي معركة بين الخير والشر، واسم النبي دايما بيقوينا. ركب الباتموبيل واتجه للمسرح. وصل هناك، الباب كان مفتوح كأنه مستنيه. جوه المسرح أنوار قديمة اشتغلت لوحدها، والمكان كله كان مليان رسومات على الحيطان، كلها وجوه ضاحكة ودموع. في وسط المسرح الكرسي الفاضي، وبعده المهرج واقف ماسك جهاز تفجير. قالوا: اتأخرت، كنت هتخليني أمل. رد عليه الخفاش: أنا جيت علشان أخلص اللعبة. بدأ الاشتباك، معركة سريعة فيها خنق، قنابل دخان، صوت صراخ وأصوات طلقات وهمية. لكن الخفاش قدر يسيطر، يفك الطفل ويفصل سلك التفجير قبل ما ينفجر المكان. بس لما بص حواليه المهرج اختفى، ساب وراه ورقة أخيرة مكتوب عليها: جولة ورا التانية، لسه في حاجات كتير هتعرفها عن نفسك يا باسل. خرج الخفاش من المسرح، والمدينة كلها كانت مستنياله بره، موبايلات بتصور وهتافات بتتعالى. الخفاش هو البطل، بس هو مشي وسطهم، سايب الضلمة ورا والليل قدامه، لأن الشر لسه